السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض أحلى عيش بشوية دقيق ومية. هنعمل عيش سهل وبسيط ومكوناته بسيطة. اللهم بارك، العيش كله واخد معايا اللون الأحمر الجميل. هقولك إيه سر اللون الأحمر ده. اتبعي معايا الفيديو الآخر وانت هتعملي أحلى عيش. هقولك كل التفاصيل والأسرار اللي تخلي العيش منفخ معاكي واخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه، وما استخدمتش لبن. تقدري تقدمي فيه حشوات الفلافل والفول والبطاطس المحمرة. انا هنا هحشيه بطاطس محمره ورش عليها كده كزبره. اللهم بارك، كان طعمهم شويه عيش زي العسل بمقادير سهله وبسيطه. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وهقول لك ازاي العيش يطلع معاكي منفخ بنفس الطريقه. هتشوفي معايا في الفيديو. اللهم بارك، كل كميه العيش بنفس الطريقه كده مفرغه من جوه. وفي نفس الوقت العيش رقيق مش تخين، يعني هو مفرغ معايا كده ورقيق برضو. هقول لك ليه دلوقتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تقدري تعملي احلى عيش معايا وبكيلو من الدقيق، عامله الكميه اللي انتوا شايفينها معايا. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين العيش كده طري معايا زي الميه. اللهم بارك، كانوا طالعين شويه عيش زي العسل. هتعملي معايا احلى عيش باذن الله وهتدعي لي. وتعالوا نبدا نشوف هنعمل ايه. معايا كيلو من الدقيق منخول، معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، ربع معلقه من الملح. معايا بقى معلقه السكر. معلقه السكر هتديكي اللون الاحمر اللي انتوا شايفينه معايا. معايا الخميره عامله لها اختبار، كيس خميره، ربع كوبايه ميه صغيره، معلقه سكر، وتسيبيهم كده 5 دقايق. ولما تشوفي الفقاعات دي تبقى الخميره معاكي ناجحه. لو انت ضامنه نوع الخميره استخدميها على طول. معايا 700 جرام من الميه. انا هنا طبعا زي ما قلت لكم استخدمت ميه مش لبن. نوع الدقيق اللي معايا لجميع الاستخدامات. هنزل بقى بالميه على مراحل مش مره واحده، حسب كده الدقيق ما يستخدم معاكي نوع الدقيق اللي معاكي، لان انواع الدقيق مختلفه. فانتي تنزلي بالميه كده زي ما انت شايفه معايا، ما تنزليش مره واحده بالميه فتضطري العجينه وتحتاجي تحطي دقيق تاني. فانت في غنى عن المراحل دي. لما الدقيق كده يشرب منك الميه ابداي اخدمي العجينه لمده 10 دقايق. اللهم بارك، كل ما بتخدميها بتديكي نتيجه هايله. وهنزل هتشوفوا معايا دلوقتي شويه زيت صغيرين، يعني قيمه 4 معالق كده من الزيت. برضو بيساعدك ان انت تاخدي اللون الاحمر الجميل اللي شفتوه معايا في العيش. ابداي شربي كده العجينه كده شويه الزيت. والعجينه معايا بتبقى ملمسها كده زي الملبن ومش بتلزق في نفس الوقت. هتشوفي معايا دلوقتي انا اقصد ايه. اللهم بارك، كده بعد ما شربت الزيت العجينه هي كده معايا طريه مش عجينه يابسه. هبدا اغطيها بالكيس زي ما احنا متفقين، الكيس عشان وش العجينه ما ينشفش. والميه اللي انا استخدمتها ميه دافيه عشان احنا في الشتاء. هبدا هنا بعد العجين ما سبته لمده ساعه كان اختمر معايا. هبدا اكوره الحجم اللي شفتوه معايا كده. سندوتشات الفلافل والفول بيبقى الحجم بتاعها صغير. ببدا كده احروس ايديا بالدقيق ووش العيش من فوق، لان احنا هنفرده على دقيق مع بعض دلوقتي. وابداي كوري بقى الحجم اللي انتوا شايفينه معايا. ولو حابه ترشي رشه دقيق على الصينيه عشان ما يلزقش منك. هو ما لزقش معايا على الصينيه اللي معايا لان دي صينيه ملامين. لو انت هتستخدمي مثلا صينيه ستانلس او حاجه، او على الرخامه، رشه دقيق بسيطه. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم بارك، الكيلو عمل معايا الكميه اللي انتوا شايفينها معايا. هبدا اغطي وش العجين كده بالكيس. الكيس ده انا مخصصاه على طول للمعجنات علشان العجينه معايا تني ملمسها ناعم وما تنشفش تشقق منك كده. اقول لك بقى ايه اللي يخلي العيش طالع منفخ معاكي. لما تيجي تفردي العيش افردي على الحروف. يعني الفراده اللي معايا دي كده داير ما يدور كده بكل سهولة على حرف العيش. ما تقعديش تفردي في رغيف العيش في قلبه من النص كده ترقيه معاكي فما يرفعش معاكي في الفرن. هوريكم كذا رغيف بنفس الطريقة كده. افرديه الأول بإيدك بسيط، وبعد كده داير ما يدور زي ما انت شايفة معايا بكل سهولة على الحروف. طبعا معايا صينية حط عليها قماشة. وقلت طبعا في فيديوهات المخبوزات بتاعتي دايما ان انا مخصصة قماش للعيش على طول. حاطه القماشه على الصينيه وببدا ارص كده، وبين كل طبقه والتانيه تحطي قماشه فاصل ما بين الطبقتين. هوريكي دلوقتي انا اقصد ايه للبنات المبتدئين. اللهم بارك، كده رشه دقيق بسيطه خالص اللي انا برشها زي ده اللي انا اقصده كده على الصينيه كده ورصاهم. وهبدا احط حته قماشه تانية فاصل ما بين الطبقتين. لو هتحطي 3 4 5 طبقات براحتك عادي. المهم تحطي ما بين كل طبقه والتانيه القماشه. واخر طبقه خالص غطي وشها علشان ما تنشفش مني. وبتسيبيهم يا دوبك بعد ما تخلصي 10 دقايق. 10 دقايق لما بتسيبيهم ال10 دقايق دول بيرفعوا معاكي مره تانية. فبيساعدك ان العيش كله يطلع معاكي منفخ. تكوني مولعه فرنك كده قبلها ب10 دقايق مسخناه. انا سخنت الفرن كده وظبطته. وبعد كده هديت النار بتاعته. الشعلتين اللي في الجنب نارهم هاديه.
ومن تحت نفس الطريقة عشان ما يتحرقش معايا. اللهم بارك. الكمية كلها طلعت بنفس الطريقة. هتشوفي معايا كده، اللهم بارك. الرغيف اول ما بينفخ معايا باخده كده اجنبه على الشعلة اللي هي في الجنب عشان ياخد اللون الاحمر الجميل، وابدأي كده الف الرغيف داير ما يدور كده علشان ياخد اللون الاحمر من جميع الاتجاهات بتاعته. اللهم بارك. كده شويه العيش بيتكلموا عن نفسهم، حاجه تفرح. وطبعا العيش لما بيبقى طالع من الفرن كده منفخ الواحد بيبقى فرحان بيه. وبتبقى كده انا قلت لك على كل المعلومات اللي تخليكي تعملي احلى عيش. لو اتبعتي كل الخطوات اللي انا قلتها لك هتعملي باذن الله احلى شويه عيش. واللون الاحمر ده من معلقه السكر وشويه الزيت البساط اللي احنا حطيناهم. اللهم بارك زي ما انتم شايفين معايا. ولو وصلتوا لغايه هنا في الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وهنا انا لولا كمان عشان الفيديو ما يطولش عليكم كنت وريتكم كل كمية العيش بنفس الطريقة. اللهم بارك. اول رغيف كده ما ينفخ وديه للشعلة اللي هي في الجنب. ولو انت هتسويه في فرن البوتاجاز اول ما ينفخ معاكي على الصاجة اللي هي تحت بتاعة البوتاجاز ولعي الشواية من فوق ثواني وهيحمر معاكي وهيطلع بنفس النتيجة برضو. وهعمل معاكم مخبوزات في الطاسة على البوتاجاز برضو هتنور رضاكم. اللهم بارك. شوية العيش زي العسل، ينفعوا سندوتشات مدارس، اي حاجة حابة تعمليها بيها وما بياخدوش معاكي وقت ونتيجتهم مضمونة 100%. اللهم بارك. شوية عيش زي العسل. ويا رب الفيديو ينول اعجابكم واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.